سارة كانت يوتيوبر صغيرة بتحب تستكشف أماكن مهجورة. كان حلمها توصل لمليون مشترك. كل مرة تدخل مكان جديد تصور تمنتج فيديوهات مرعبة تشد الناس. في يوم وصلها إيميل غريب من شخص مش معروف في فيلا على أطراف حلوان اتقفلت من 30 سنة. آخر مرة حد دخلها لقوه مرمي في البدروم وفي إيده كاميرا، والكارت متسجل عليه ست واحدة لابسة فستان أبيض وبتقرب. سارة أول ما شافت الرسالة تحمست جدا وقررت تروح تصور هناك. دخلت الفيلا مع الكاميرا، كل ما تمشي في أوضة تلاقي صور قديمة العرايس بس وشاشهم مش باينة. ولما فتحت كاميرا الفيديو الشاشة عملت فلاش أبيض وظهرت جملة: سجلت يبقى خلاص. من اللحظة دي كل حاجة اتقلبت. سارة بدأت تشوف انعكاس واحدة في المراية، لابسة فستان فرح، شعرها منكوش ووشها شبه محترق وعينها صفرة، وبتقول لها: انتي صورتي يبقى مكانك هنا دلوقتي. سارة حاولت تجري بس الباب اتقفل. الكاميرا ما بقتش تفصل، كانت بتصور لوحدها حتى وهي مش ماسكة ايدها. ولما حاولت تطفيها ظهرت جملة جديدة: الصورة الأخيرة لسه ما اتاخدتش. وصوت صراخ عالي طلع من البدروم. سارة نزلت تلاقي نفسها وسط حيطة مليانة صور، وكلهم نفس الست لابسة فستان أبيض، بس الصورة الأخيرة كانت سارة فيها ووشها بقى مش باين، كأنها اتحبست جوه الصورة. تاني يوم الشرطة دخلت الفيلا ملقوش سارة، لكن لقوا الكاميرا شغالة وعليها صورة واحدة: بنت لابسة فستان فرح، وشها مش واضح بس عينها صفرة وزي اللي بتبص عليك انت شخصيا.